تخيل هذا المشهد معي: ليل هادئ، سكون مطبق يلف المكان، وأنت تطفئ الأنوار، تهم بالنوم بعد يوم طويل مرهق، لكنك قبل أن تغلق عينيك تشغل القرآن بصوت خافت، وتتركه ينساب في الأرجاء كنسيم رقيق يداعب روحك قبل جسدك، ثم تغفو وتنام والقرآن لا يزال يتلى. تتردد الآيات في أركان غرفتك، وربما لا تدري أن هذه اللحظات التي غفوت فيها كانت لحظات تحدث فيها أشياء أعظم مما تتصور. هل تساءلت يوما ماذا يحدث لروحك، لعقلك، لنشاط دماغك؟ ماذا يحدث في جسدك من تغيرات فسيولوجية وأنت نائم بينما كلام الله ينساب في الخلفية؟ هل هي مجرد لحظة خشوع، أم أن وراء هذا الفعل أسرارا لا تدركها الحواس، لكنها تغير فيك الكثير؟ فضلا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. هل تعلم أن دماغ الإنسان لا يتوقف عن العمل لحظة واحدة حتى في أثناء النوم؟ هناك موجات دماغية تختلف باختلاف حالة الإنسان: يقظة، نعاس، نوم عميق. وعندما يشغل القرآن في الخلفية يبدأ المخ في التفاعل. نعم، حتى لو كنت نائما. الدراسات أظهرت أن سماع تلاوة القرآن يحفز موجات ألفا وثيتا، وهي موجات ترتبط بالاسترخاء، بالسلام النفسي، وبالنوم العميق المريح. ليس هذا فقط، بل إن استماعك للقرآن أثناء النوم يقلل من نشاط مناطق التوتر في الدماغ، ويخفض من مستوى هرمون الكورتيزول، هرمون القلق، فتغفو لا كمن هرب من واقع مؤلم، بل كمن عاد إلى حضن دافئ، إلى بيت آمن. ولكن هل مجرد تأثير نفسي، أم أن هناك تأثيرا أعمق، تأثيرا روحيا؟ القرآن ليس صوتا فحسب، إنه غذاء للروح، وللروح منطق لا يدركه علم النفس الحديث بسهولة. حين تنام والقرآن يتردد في الأرجاء، فإن روحك وإن كان جسدك ساكنا تكون في حالة إنصات. الروح تستمع، تتطهر، تشفى. يقول ابن القيم: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة. فهل تعلم أنك عندما تنام وتترك القرآن يعمل، فإنك تترك باب الشفاء مفتوحا؟ تترك كلام الله يتسلل إلى جروحك النفسية، إلى مخاوفك، إلى تلك الأحزان التي لا تقال. أنت لا تسمع فقط، بل تتلقى علاجا يصلح ما أفسدته الحياة. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة في الأرض يلتمسون حق الذكر، وما أعظم الذكر من القرآن. حين تشغل القرآن وتنام تحيط بك الملائكة، يكتب لك أجر الذكر وأنت غافل نائم. بل وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يحرصون على أن لا تنطفئ بيوتهم من صوت القرآن حتى في الليل، لأن القرآن في الليل ليس فقط نورا بل حارسا. أجل، أنت حين تغفو على صوت الآيات فإنك تحيط نفسك بجند من نور، ملائكة وطمأنينة وذكر. فهل هناك نوم أطيب من هذا؟ أسرار السكينة. لماذا تهدأ نفسك فجأة؟ سؤال قد يخطر ببالك: لماذا أشعر بسكون خاص، براحة غير مفهومة حين أستمع للقرآن قبل النوم؟ الجواب في الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الطمأنينة ليست رفاهية بل ضرورة.
وما أكثر الذين يبحثون عن دواء للنوم ولا يعرفون أن بين أيديهم دواء ربانيا مجربا مضمونا لا يحتاج إلى وصفة طبيب. دعني أخبرك بسر صغير. كثير من حالات الأرق والاكتئاب والقلق تستجيب بشكل مذهل لسماع القرآن بتدبر قبل النوم. فهل هو التلاعب في كيمياء الدماغ أم تفاعل بين القلب والسماء؟ الجواب: كلاهما. عندما يصبح النوم عبادة وطمأنينة وشفاء. أنت حين تنام والقرآن يتلى لا تنام كغيرك. أنت تنام وقد أودعت الليل سرا بينك وبين ربك. تنام وأنت تحت جناح ملك تحتسب لك كل لحظة ذكر، كل لحظة استماع. تنام وقد تركت للقرآن أن يداويك بصمت، أن يربط على قلبك، أن يصلح ذاتك دون أن تطلب منه شيئا. فلا تستهن بهذا الفعل. قد يكون هذا الفعل البسيط هو أحب عمل إلى الله في يومك. قد يكون هو سرك الذي يرفعك ويطهرك ويقويك. جرب أن تنام الليلة فقط بعد أن تقول: اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، وشغل تلاوة هادئة، واترك الباقي على كلام الله. ولا تنسى، في زمان يبحث فيه الناس عن منومات، هناك من وجد النوم في سورة الرحمن. هل فكرت يوما أن نومك قد يكون مناجاة؟ أنك حين تغفو على صوت القرآن فإنك لا تنام وحدك، بل تنام والسماء من فوقك تنصت، والملائكة من حولك تسبح، والرحمة تنزل كسكينة خفية تغشي قلبك دون أن تدري. كل من حولك يرى جسدا ساكنا، لكنه لا يعلم أن روحك في حضرة كلام الله تتحرك، تتطهر، تشفى من تعبها الذي لا يرى. ما أعظمك حين تختار أن تطفئ العالم وتترك القرآن مشغلا، فأنت بهذا التصرف البسيط تعلن انتماءك إلى الصف النقي من القلوب، القلوب التي اختارت أن تستودع الليل لله وتوكل السكينة إلى من أنزل السكينة. وفي عالم مليء بالأصوات، بالتشويش، بالضجيج، يصبح قرارك أن تنصت للقرآن حتى وأنت نائم قرارا ثوريا هادئا، قرارا يقول: أنا لا أبحث فقط عن نوم، بل أبحث عن سلام، عن حضن لا يخيف، عن دفء لا يخون، عن وطن أعود إليه كل مساء، اسمه القرآن. تأمل جيدا. ربما في لحظة نوم على صوت آية تمحى ذنوب، تكتب حسنات، تفتح أبواب، تشفى روح، ويقال في السماء: عبدي نام على كلامي فأكرموه. فمن اليوم لا تنسى أن تجعل سريرك منبرا للقرآن وليلك مجلسا مع الله. لعل تلك التلاوة التي تركتها تعمل بصمت تعيد ترتيب فوضاك، أو تصلح شيئا فيك لم تجرؤ على إصلاحه باليقظة. ولا تنسى، ربما كل الخير الذي تنتظره سيبدأ من لحظة نوم، لكن على صوت الله. فضلا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.